هدف الزمالك صحيح التي لم يحتسب من قبل الفار وحكم الساحة. الاثنين اجمعوا على ان الهدف غير صحيح، ومعظم جمهور نادي الزمالك، بل لو ما كانش كل جمهور نادي الزمالك، بيتكلم في فكرة ان الهدف صحيح بنسبة 100%. انا هنا ولا زملكاوي ولا اهلاوي، ولكن هتكلم معاكم بكل حيادية في اللقطة دي. هنتكلم ايضا عن لقطة خناقة عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش السابق ولاعب الزمالك الحالي مع لاعب النادي المصري، وهل في داعي اصلا للحركه دي من الاول؟ وليه عمرو السيسي عمل كده اصلا؟ هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع ده. قبل اي تفاصيل طبعا، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بكل ما هو جديد، واعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل للناس، واكتب لي رايك في التعليقات بالنسبه لي هدف الزمالك من وجهه نظرك انت. انا هنا هتكلم من وجهه نظري انا، وهتكلم كمان من وجهه النظر القانونيه في التحكيم، في تحكيم كره القدم. هتكلم من الوجهتين دول، وجهه نظري انا شخصيا ووجهه نظر التحكيم وقانون التحكيم. اما انت بقى فهتقول لي وجهه نظرك في التعليقات. في البدايه كده يا سيدي خلينا اتكلم معاكم عن لقطه عمرو السيسي ولاعب النادي المصري. لقطه عمرو السيسي ولاعب النادي المصري. عمرو السيسي انا مش عارف هو عمل ليه كده اصلا من اساسه. يعني هو والياس الغياث الراجل بعد ما خلص الكوره والكوره خلاص انتهت، وراح ضارب الراجل في جنبه برجله، ما سكتش وهو معدي، راح ضربه في جنبه، ما سكتش بقى وقال لك لا لا، ده كمان راح ايه، ضربه بايده كده على دماغه او على في وشه حاجه زي كده. ليه من اساسه عمل الحته دي؟ انا شخصيا مستغرب جدا ليه عمرو السيسي. عمرو السيسي على فكره يا جماعه حد مهذب وحد محترم وحد كويس جدا. وعلى فكره في لقطه مع لاعب نادي الزمالك السابق مروان حمدي ولاعب المصري الحالي، وهو شدد التيشيرت، لو كلكم اخدتوا بالكم، لو هو استغلها بذكاء كان اخذ ركله جزاء عفوا، لانها واضحه جدا 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 ان هو شد التيشيرت. ففي حاله ان هو لو وقع او رجع لورا ورمى نفسه لورا، دي ركله جزاء صحيحه، والفار هيقول لك ركله جزاء وكل حاجه هتقول ركله جزاء، ولكن الراجل ما عملش كده. ما تعرفش ما عملش كده ليه بصراحه، ولكن دي النقطه بتاعت عمرو السيسي. طيب نيجي بقى لهدف نادي الزمالك، هل هو هدف صحيح ولا هدف غير صحيح؟ باختصار شديد جدا وعلشان اكون واقعي اكتر مع حضراتكم، انا بقول لك ان الهدف غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره، بناء على قانون التسلل اللي هو طبعا ممكن ما يظهرش، التسلل هو ممكن ما يبانش لينا احنا كمشاهدين، ما بيبانش. والحقيقه برضو لاحظنا حاجه غريبه جدا، وهي فكره ان ليه الحكم او ليه حكم المخرج عفوا ما قعدش اللقطه مره واثنين وثلاثه، هو قعدها مره واحده بس والدنيا خلاص مشت. ولكن انا شخصيا بقول لك ان هو هدف غير صحيح من وجهه نظري انا ومن وجهه نظر قانون التحكيم. لان انت يا جماعه عشان نبقى فاهمين الصوره، لو حته قد كده، عارف يعني ايه لو حته قد كده معديه لاعب الخصم بتاعك او المدافع، او انت الحته دي هي اقرب حد لحراسه المرمى او للحارس بتاع الخصم، اعتبر ان انت تسلل. طب حته زي كده هتشوفها ازاي انت في الكاميرا وفي التلفزيون، الا بقى لو المخرج عادها لك وجاب لك الخطوط وعمل لك الحساسات القويه جدا دي اللي احنا بنشوفها بره، ونتمنى انها تكون موجوده داخل الدوري المصري الممتاز. رايك في التعليقات، واشترك في القناه وفعل زر الجرس.